بنسمع مثل غريب شوية. المثل ده هو اللي اختشوا ماتوا. المثل ده بيتقال لما نلاقي حد ما عندوش حياء أو لما تكون الجرأة زيادة عن الحد. بس السؤال، هل اللي عنده حياء دايما هو اللي بيخسر، ولا الحياء بيحيي القلوب؟ أكيد الحياء بيحيي القلوب، وخاصة في شهر رمضان الكريم، شهر الأخلاق قبل أن يكون شهر الصيام. القرآن الكريم ما ذكرش كلمة اختشوا، ولكن رسخ معنى الحياء والعفة. قال الله تعالى: لا يحب الجهر بالسوء من القول. وقال سبحانه في وصف المؤمنات: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى القرآن الكريم بيربي على الضبط والوقار وحدود الأدب. يعني الحياء هنا مش ضعف ولكن قوة أخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إن لم تستحي فافعل ما شئت. يعني الحياء هنا هو الرادع الداخلي، يعني لو مات الحياء ضاع الضمير. وقال أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. البيت ده مش بيرد بس على اللي اختشوا ماتوا، لكن اللي مات حيائهم هم اللي ضاعوا. حتى القانون بيحمي فكرة الحياء العام، فهناك مواد في القانون بتجرم الفعل الفاضح العلني وخدش الحياء والتعدي اللفظي والتشهير. وده ليه؟ لأن المجتمع ما ينفعش يعيش من غير حدود. الحياء مش مسألة شخصية بس، ولكن ده نظام وسيستم بيحفظ استقرار الناس. وشهر رمضان بيجدد فينا المعنى ده. شهر رمضان مش بس الصوم عن الأكل والشرب، شهر رمضان هو الصوم عن الكلمة الجارحة، وعن النظرة المؤذية، وعن التصرف اللي بيجرح الذوق العام. شهر رمضان بيرجع الحياة للحياء. الناس بتقول اللي اختشوا ماتوا، لكن في الحقيقة اللي فقدوا الحياء هم اللي خسروا. الحياء مش خوف، الحياء نور في القلب ورقابة داخلية. الحياء حصن يحمي الإنسان من نفسه قبل أن يحميه من الناس. وفي شهر رمضان الكريم نحتاج نحيي الحياء في قلوبنا علشان قلوبنا تكون مليانة بالخير. انتهت حلقتنا، أشوفكم على خير.